علاش الاجرام كيكثر في رمضان؟ هذا هو السؤال ديال اليوم. بغيتي تعرف الجواب؟ عطيني ودنيك وتبع معايا. في رمضان كيكون التصور العام ان الناس كيزيدوا في العبادات وكيقتربوا من الله سبحانه وتعالى، وكاين اللي كيولي اكثر هدوء وكيبعد على المشاكل لان كيكونوا اجواء روحانيه. وفي نفس الوقت كيكون بعض الناس اللي كيعيشوا واحد الظواهر اجراميه اللي كتكون ديما حاضره، لان الاجرام في رمضان كيكون عنده اسباب مختلفه. بعدها كيكون مرتبط بالشهر المبارك، وبعدها كيكون امتداد للاسباب عامه بحال تصفيات الحسابات. الاجرام في رمضان كيعرف تغيرات، حيت كاين اللي كيزيد فيه التوتر بسبب الصيام، وخاصه عند الناس اللي عندهم ادمان على المخدرات بصفه عامه. وهذا الشيء كيقدر يسبب في ارتفاع الجرائم ديال العنف وكذلك جرائم بحال السرقه. هنا غادي نشوفوا بعض العوامل اللي كتساهم في هذا الشيء. اولا نقدروا نشوفوا التوتر والعصبيه، لان الصيام يسبب في النقص ديال الطاقه والمزاج العصبي، حيث الجوع والنقص في السكر ديال اللي كيكون في الدم عند بزاف د الناس كيحسوا بواحد الضعف والتوتر. وايضا قله النوم والتعب اللي حتى هو كيزيد في العصبيه والضغط النفسي. وخاصكم تعرفوا ان خاصه فاش كيتغير الروتين اليومي ديال الانسان، الروتين اليومي الناس اللي خدامين ماشي الروتين اليومي ديال اليوتيوب، خاصكم تعرفوا بان هذا التغير اللي كيوقع في الروتين اليومي كيكون عنده واحد الانفلونس، واحد التاثر على النظام ديال الانسان ديال العيش ديالو. لان خاصه هذا الروتين اليومي اللي كيتبدل، الناس كيكونوا متعودين على واحد النظام معين وكيحسوا بعدم الاستقرار في رمضان بحكم التغير اللي كيوقع في اوقات العمل والتغير اللي كيوقع في الاكل وايضا في النوم. هاد المشاكل كيكونوا عندهم علاقه جذريه بالعادات الاستهلاكيه. علاش؟ لان في رمضان خاصكم تعرفوا بان كيتزاد واحد الضغط في النفسي، الضغط اللي او ميم طون كيكون مالي بسبب المصاريف الزائده اللي كيتزادوا في رمضان بالنسبه للاكل والمناسبات والنشاط الليلي اللي كيخرجوا بالليل اتسيتيرا. وهذا الشيء كيخلي بعض الناس يلجؤوا للسرقه والنصب والاحتيال. وايضا المشكل اللي عنده علاقه كبيره بهذا الشيء هما المدمنين على الشراب، الكارو، الحشيش، الكوكايين، البوفه، النفحه، الكاله. هاد المخدرات كلهم كيخليو المستهلكين ديالهم يعيشوا واحد الاعراض ديال الانسحاب اللي كتجعلهم اكثر عرضه للانفعالات العشوائيه وعدم التحكم في النفسيه ديالهم، وبعض الاحيان الخروج عن السيطره حتى كيوقعوا في الواقعه ديال الفعل الجرمي. باش نتفاداو هاد المشاكل خاصكم تحاولوا تعمروا وقتكم بالقراءة والرياضة وأي حاجة اللي كتعجبك، وتحاول تنظم وقتك باش تقدر ترتاح أكتر وتنعس أكتر، وسورتو النعاس اللي خاصو يكون مزيان. خاص أيضا تحاول تشرب الماء بزاف عاد. علاش؟ لأن الماء كيعاون في التوازن ديال الجسم ديالك، و ميم طون ما كيجعلش الجسم ديالك في الحاله ديال الجفاف. خاصك او ميم طون تاكل مزيان وتاكل ماكله متوازنه باش في النهار ما يهبطش لك السكر. يعني تحاول تاكل لو بان كومبلي، الخبز ديال الزرع، تاكل ماكله اللي مزيانه، ما تكثرش في السكريات وما تكثرش في الافراط في الماكله، لان كيكون واحد المشكل في الهضم طوال النهار هو اللي كيخلي داك التوتر والعصب يزيد انفعالا ويزيد يخليك باش تنفعل على والو. ما تنساوش ان رمضان هو شهر الغفران وتلاوة القرآن والمحبة وصلة الرحم والتضامن، ولكن هو فرصة ديال التدريب ديال على الصبر. وهنا كنركز على هذه النقطة هذه، هو فرصة تدريب ديال الصبر، حيث الإنسان كيتعلم التحكم في الأعصاب ديالو
وكيولي كيتحكم في الصبر ديالو، والصبر على المواقف اللي كتسبب في هذا التوتر. لان كما كتعرفوا الصبر فهو احسن دواء لهاد المشاكل ديال التوتر والعصبيه. وإلا نتوما كتحسوا بالتوتر وكتكونوا اكثر عصبيه في رمضان، عاودوا لينا كيفاش كتواجهوا هاد المشاكل. رمضان كريم ودمتم بخير.